بقول لك ايه، مش ايه، هننزل على القهوه النهارده؟ ننزل على بلاش الدخلات دي، خش على طول في نخش على الموضوع. طول في موضوع ان احنا نتكلم على القهوه. يلا. مش هننزل على بقول لك القهوة ايه، النهارده. القهوه متهيألي دي محمية طبيعية للرجالة. اه والله العظيم المديتيشن. ثيرابي. مديتيشن او الثيرابي بتاعتنا بتاعت زمان بقى. اه من اول كده ما ايه ابتدينا نقعد على القهوه. ابتديت تقعد على القهوه امتى اصلا؟ والله مش فاكر، بس من زمان يعني من ايام الجامعه. يعني او من اولى جامعه كده صح؟ اه هي نفس الكلام. انتنس في الجامعة، بدأناها في الجامعه. واستيميشن بقى وترنيب. احنا كنا بنقعد فاكر كنتش تقريبا بعرف ألعب حياه. بس كنت بلعب. ده كانت حياه يعني انت بتخلص كليه تروح تقعد على القهوه لحد ما تنام. وبعدين بيبقى في كذا قهوة، يعني في قهوة جنب الكلية، وبعدين خلاص هنروح بقى نقعد بالظبط على قهوة جنب البيت. بالظبط. من قهوة لقهوة. انا والقهوه كنت مثبت قهوه طول ما السنين هو في الجامعه. قهوة في كل في منطقة. الاربع سنين بتوع الجامعه. هي قهوه اسمها اللؤلؤه، هي دي اللي قاعدين عليها. احنا كان اسمها إيه اللي جنب الكلية؟ رضا السعيد. كان اسمها الصباح باين. رضا السعيد ده مين؟ رضا السعيد مش عارف، مش فاكر لا مش فاكر. كانت جنب كليه كانت في القصر العيني. كان اسمها ايه؟ مش القصر العيني، كانت في جوه سيدة زينب. في سيدة زينب صح؟ مش فاكر اسمها ايه والله مش فاكر. وبعدين نرجع الهرم بس نقعد بنرجع بقى نقعد نقعد في قهوه في بتاعتنا الحاوي. 3 4 سنين. دي 3 4 سنين تقريبا اسامي مثبتين ذهبي يا جماعه، القهوه. يعني اللؤلؤه. احنا قعدنا في الحاوي، بعدها رحنا قهوه اسمها رحراحه. رحراحه. اسم على رحراحه يعني فحم، مسمى. رحراحه صح. رحراحه ولغايه دلوقتي لسه القهوه دي ثابته معانا. دي طبعا. حاجه مكمله. دي متهيألي دي بقى اللي بنهرب منها بقى دلوقتي. يعني خلاص انت خلصت شغل وبتاع. نهرب ليها مش منها. بنهرب ليها عشان نفسي دماغنا. خلاص احنا مش عايزين بقى نفكر في حاجه. انا عايز احط حجر تشيش في بقي والعب استيميشن وما افكرش في اي حاجه. هو بس الابداع في موضوع القهوه ده ان انت بيبقى عندك كاباسيتي انك تقعد مثلا وقت مفتوح ما تعملش اي حاجه. يعني هي ده المكان الوحيد اللي وهو ده الهدف. تبقى عايز تروحه جدا. ايوه ده الهدف. ما بتسويش حاجه خالص خالص على فكره يعني. خلي بالك، احنا شوف احنا في منتصف العمر. فانت كل ما بتكبر كل ما تعلقك بالقهوه بيزيد. يعني انت زمان كنت بتعمل اكتيفيتيز، انت رايح تشيش، رايح تقعد مع اصحابك تضحك، رايح تلعب كوتشينه. لكن كانت دلوقتي خروجه انت يعني. دلوقتي انت دلوقتي انا تروح القهوه محتاج اروح لوحدك القهوه. بس. يعني تروح انا القهوه لا، لوحدك. واروح اقعد جنب اي حد. يعني اه. احنا بنروح نقعد ممكن مثلا يكون قهوه مفيش مكان، اروح اقعد مع ترابيزه مع اي واحد ما اعرفوش اصلا. وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه عادي، وهي من مش كتر هتدخل ما معاك. تروح بقى بتلاقي ناس عارفه بعض، اللي هو تبتسم بالظبط. للتاني كده، فاهم؟ اللي هو انتوا مش ايوه، عارفين بعض بس انت ما هو شفتك القهوة قبل كده. كومن للدرجة دي ان انت هتروح هتلاقي نفس الناس عادي جدا. انا كان عندي معايا واحد في الشغل اجنبي يعني في دبي. بيقول لي هتعمل ايه في الاجازه قبل ما انزل مصر يعني. فبقول له انت هتعمل ايه؟ قال لي انا هروح مش عارف فنلندا والنرويج اشوف القاروره، وبعد كده ننزل على مش عارف فين نشوف فين، وبعد كده نروح نسافر التشيك نطلع في الريف التشيكي. اللي هي نورثرن لايتس. اي لا، ما انا عارف. القاروره ما بس تعرفش انا قصدي القاروره؟ في الاجازة يعني. مش القاروره بتاعت يعني في الاجازة بنروح القهوة، هو بيروح ايوه ما هو بيقول لي كده. فانا بقول له ايه؟ قلت له فبيقول لي انت هتعمل ايه بقى؟ بقول له لا مفيش، انا هنزل اروح اقعد مع اصحابي على القهوه يعني. بس خلاص خلص. ايه عندي بالنسبه لنا؟ بروجرام هايل. اقعد على على القهوه. نفس القهوة كل يوم. طب القهوه زمان في الاول خالص قبلينا بقى يعني ايام اهالينا كانت في القهوه البلدي. القهوه البلدي اللي هي كانت بتقدم شاي وقهوه وشيشه معسل بس. ما كانش فيه بقى لسه كوباية ايه. مية. مفيش بقى ازايز مية. كوبايات ميه طبعا من الحنفيه. اه. اه. وما كانش فيه بقى فليفرز يعني. كانت معسل اللي هو قص او سلوم. مفيش اي رحت حاجه. في الصعيد بقى مع السيرابوتيك. جربته قبل لا كده. لا. انا مرة رحت آه، زي يعني بيزنس ميتنج في اسيوط. وبعدين كان لسه بدري على ميعاد الطيارة، كنت رايح بالطيارة. فقلت اقعد على قهوة عشان الحنين للقهوة، قلت اجرب اقعد على قهوة. كانش عنده غير معسل اسمه معسل ابو تيج. هو بيجي حجر طنباق كده. كبير ده. اه. وبعدين كل اللي قاعدين بقى من اهل البلد يعني. انا خدت من هنا 3 4 انفاس وبعدين دخت. لا، انا دخلت في حالة غريبة قوي، يعني مخي بيدي امر ان انا اقوم بس انا مش بقوم. مش قادر تقوم. ما فهمتش بقى. فهمت بقى كان في في حاجة بلد عنيفة اسمها يعني. بوتيج، وهم اللي بيعملوا المعسل تقريبا ده. نسبة النيكوتين فاهم 40%. في حاجة في حالة كده. اه. يعني انت مش سكران ولا مسطول، انت مش عارف تقوم. يعني عمال اعمل كده بس مش عارف اقوم. لا بس هو جت فترة برضو خلي بالك القهوة كانت موصومة شوية. يعني انت رايح القهوة دي حاجة عيب يعني. انت هتقعد على القهوة ايوه صح. اللي هو ايه يعني عادي رايح على القهوة يعني ده عادي كافيه يعني قهوة هقعد اشرب حاجة وامشي. لا قهوة انت رايح القهوة دي معناها ان انت في حاجة غلط. انا لما كنت وانا صغير اعدي كده قدام قهوه ابص على احس ان هم بيعملوا حاجه غلط. في حاجة غلط. ياه. كان في إن شاء حاجة الله في ما طلعش الكالتشر قبل كده. كده كأن القهوة دي حاجة وحشة. عشان كانت مربوطة بالغرز. الناس اللي بتروح تشرب حشيش في الغرزة. اوكي. فاهم؟ بس تحس ان القهوه اتطورت كده تطور طبيعي.
يعني دلوقتي انت بتقعد في القهوه بتاكل وبتشرب وعصير ومش عارف اوريو شيك وبوريو شيك ومش عارف ايه. ده التطور الطبيعي، يعني مش حاسس ان هي افورت. لا بس في افورت الكافيهات، يعني ما هي الكافيهات دي لا، تطور. القهوة غير كافيهات. الكافيه. لا معلش ما هو أنا ده آسف. ما هو ده التطور بتاع الكافيه، بتاع القهوه الكافيه. هو عملوا كافيهات ليه؟ بس كافيهات انتشرت بس في فرق. بس في برضه يعني ستيل انا احب قهاوي. اروح اقعد على قهوه غير اما اقعد على كافيه. دلوقتي طبعا 100%. انا اصلا بتضايق، عندنا واحد صاحبنا يعني يا عم عاشور بيحب يقعد في كافيه تحت البيت عنده، ماشي. مش كافيه، هي اسمها فور يو كافيه. لا مش ما تقولش الاسماء. الكافيه التاني اللي ليه هو يعني؟ الكافيه التاني قهوه تحت بيت دي معروفه واحد جدا في مدينه ما نصر. تقولش اسماء. في 5 عارفينها، خلي بالك. مش حد بيروح غيرنا. ايوه بالظبط صح. لا الكافيه التاني المكيف اللي بيحبوا يروحوا ده. اللي بيعمل حفلات. ده بيعمل حفلات ده قاعده يا جماعه. انا قاعد مبدئيا كده القهوه لازم تبقى مفتوحه. انا بالنسبه لي القهوه لازم ابقى قاعد في الهواء عشان يبقى في كلام، انت عارف يبقى فاهم؟ بتلاقي القهوه كمان لازم تبقى ايه؟ ما يبقاش فيها بنات. وما يبقاش فيها بنات، دي حقيقه. ايوه بتلاقي القهوه اللي فيها بنات مش فاكر. مش عارف اتكلم، مش واخد بالي في الكلام. الحلقه رايح بتاعت هناك. اسمه ايه، احمد امين، اه لما قال لك القهوه ما تخشهاش ست غير الست ام كلثوم، والله. ولو جاب بالبتاع ما ايوه ندخلهاش. حقيقي. انت في ده، انا قاعد براحتي على القهوه، انا قاعد بالشبشب والشورت وبتكلم وبشتم وبجيب سيره على الناس. فكره البنات عمرها ما تفهم. يعني انا مراتي ما بتفهمش ازاي كل اسبوع او كل يوم، حتى لو مع الناس صحابي اللي في الشغل يعني، بتنزل تروح على القهوه ما بتغيرش ما بتزهقش. بالظبط. هي مش قادرة يعني كلهم. الحته دي ما حدش كل فاهمها غير مراتاتنا مش الرجالة فاهمين بس. الموضوع ده، مش فاهمين الموضوع ده. وبعدين بيستغربوا ان احنا، هو انت يعني لما تخرجوا تروحوا مكان حلو وتقعدوا فيه، يا عم انا القهوه بالنسبه لي هي المكان الحلو، احلى من اي مكان. احلى من اي مكان. انا مش بقعد ارتاح في اي حته تانيه. بيتقال فيها كلام ما بيتقالش الدكاتره بتوع يعني امراض نفسيه. بالظبط. انت اه بتروح هناك تشتكي من اي حد مضايقك، شغلك، مراتك، طبعا مشاكل. بتندف ان هو وهي بيعرفوا تاني يوم غير القهوه كلها. بس بتبقى يعني بتبقى حاسس انك ريليف كده. اه بعد كده بقى بيحصل مشاكل بس مش مشكله يعني. مش مشكله، المهم انت اتبسطت. اه بالظبط. وتلاقي القهوجي بقى لما ما تروحش القهوجي يكلمك، دي بتحزن في نفسي قوي. طب انت يعني مره فاكر القهوه اللي احنا بنقعد عليها في زايد، مم. مش فاكر كان ساعه ماتشات ايه، كنت انا ساعتها مسافر المانيا في الشغل، ورقم عمال يتصل. انا قلت يمكن حد في مصر بيكلمني والرقم مش طالع، يعني برد لقيته حماده بتاع القهوه بيقول لي انت ما بتجيش ليه، فحسيت فعلا يا نهار ابيض. انت فاهم دي حته ايموشنال جامده العشرة؟ جدا، جامده جدا والله العظيم. في كونكشن قوي. لا جامد. تشوف يعني وصلت لمرحله ان هو بيطمن عليك، انت ما بتجيش ليه. طبعا ده وبعدين القهوجي بيشكي لك بقى مشاكله كمان. يعني الراجل بيحط لك الولعه، فاكر الراجل يقول لك انا مش فاهم انا بعمل ايه. انت مش بتعمل حاجه، انت بتحط ولعه عادي، سهل مش جدا. محتاج تعمل اي حاجه. ماشي اه. عدد 3 فحمات وخلاص واخلع. طب في صحاب معينين للقهوه؟ يعني في طبعا احنا اصحابنا وكل حاجه اللي بننزل معاهم كل مره، بس في صحاب بتوع القهوه بس. طبعا يعني ما بتشوفهمش غير على القهوه، ممكن ما تكلموش في التليفون، بتشوفه بس على القهوه وتقعد معاه، وما بتتكلمش معايا اصلا، وساعات ما تتكلمش بتبقى معاه. قاعد على القهوه جنبه بس. بس هم دول بتوع القهوه. ايوه بس في ناس بقى بيطلعوا لك زي الخازوق كده في وسط، بتقول لك انا مش عايز اقعد على قهوه. طب عندك اقتراحات بالظبط. تانية، اكتيفيتيز تانية؟ لا بس انا مش عايز اقعد على قهوه. آه. ده على طول تنطر ده عليه. ده اللي هو طب احنا رايحين نقعد على قهوه. ولا واللي بيقول لك انا ماليش في القهاوي اصلا. يعني هو هو اصلا مالي ملوش، إيه؟ مش يعني مش مالي اللي هو إيه؟ مثلا راح يقعد على قهوه مره وزهق، لا هو ملوش اصلا في القهاوي، ما بيخرجش في القهاوي. ليه ناقصك ايه؟ انت بتعمل ايه في حياتك؟ لا ناقصك يعني إيه؟ هو انت بجد في حياتك بتعمل ايه؟ يعني انت هتروح فين؟ يعني ايه السوشيال جاثرنج اللي هتعمله في حته غير القهوه؟ اي حاجه تعملها بره ممكن تعملها في القهوه. بالظبط. انت دلوقتي تليفون يا باشا، احلى فطيره تجيلك مع البيبسي بتاعك، جميع أنواع الأكل. لسه جعان شيشه برضه. مع كل حاجه. يعني اي حاجه تعملها تاكل قاعد تطلب فطيره. طب الالعاب اللي على القهوه بقى، ماشي. استيميشن طبعا اه نمبر 1 في مصر. بس دلوقتي طلعت بقى حاجات مهجنه كده، الحاد في لعبه اسمها جديده. سكرو. اه سكرو. اسمها كده بغض النظر فاكر عن الفتره معناها. بتاعت المونوبولي دي مونوبولي برضه دي لا، خدت مننا رقات. دي وفي كانت- جاكس. طبعا. دي لعبتها. وطبعا اختي الصغيره اللي بتاعت الاستيميشن الترنيب، اختها الصغيره دي لما تبقى مكسل تحسب. ما بعرفش العب ما طاوله بعرفش العب خالص، طاوله خالص، وعمري ما حاولت مع ان هي دي الاصل. بقى بلعب طاوله كتير فشخ. انت عارف ان بقى دي الاصل؟ يعني الناس أيوة. الكبار ده الطاوله دي يقول لك انت ازاي بتقعد على القهوه ما بتلعبش طاوله؟ طاوله ودومنه، الدومنه سهله، بس الطاوله والدومنه دول هم دول كانوا بتاع زمان، دول الكوتشينه بتاع سهله زمان. برضه، بعدين بتسحلك كده فاهم، برضه تقعد كده فتره ما بتفكرش. المشكله ان انا ما حاولتش اتعلمها حتى، ما اعرفش ليه. طب انتوا يا جماعه فاكرين زمان كده واحنا في اوائل الالفينات كده في الجامعه، كان في شويه قهاوي اصلا بتمنع انت تلعب كوتشينه؟ كان ممنوع تلعب كوتشينه، مش دول ما عارف ليه. فهمتهمش خالص. مش احنا فاهم. نقعد نعمل دكتوراه في حاجه ليها القهوه. علاقه بالقمار، بيبقوا خايفين ان انت تلعب قمار او حاجه. مرة احنا كل واحد طب ما انا ممكن العب قمار على الطاوله على فكره. فكره، يعني هو القمار ممكن يتلعب على اي لعبه، مش ورق بس بس. ايه الفكره؟
بس تحس ان الكوتشينه حاجه غلط، فاهم؟ لا ولحد دلوقتي حوار الكافيهات بقى اكتر من القهوه، تروح معاك كوتشين يقول لك معلش مفيش لعب. لا طبعا هنقعد نذاكر يعني، بالظبط. انا مش فاهم. لا ما الكافيهات دي ممله عموما اصلا، يعني انت مبدئيا كده في يعني ريستريكشنز. ممكن اروح اشتغل في كافيه، بس اروح اقعد كده في الفراغ لا. لا يعني الكافيهات خلينا نتكلم مثلا على حته المينيمم مثلا. انا في مينيمم في القهوه صباح الفل، انا ممكن اروح اشرب ميه اصلا واقوم. لا على حوار بقى يبقى معاك يعني شله فيها بنات وولاد، غير كده بالظبط. ما ولا حوار المينيمم ده في اماكن في مصر بقت تبقى مستفزه قوي. تيجي تخش انت مثلا، انت ما قلتلوش حاجه، انت لسه داخل يقول لك حضرتك احنا مطعم، اللي هو عايز يلمح لك عايز ما تاكل لازم تجيش. تاكل اه. يعني مش فاكر كان مكان بدون ذكر اسمه يعني، في سي اف سي داخل بيقول لحضرتك احنا مطعم، الف مبروك. هو يعني اساعدك ازاي في الموضوع ده؟ نفس الكلام. رحت برضه جاردن 8 فما كناش لاقيين مكان، فروحنا قلنا هنقعد ومش جعانين، بس الناس كلها هتشرب وتشيش وبتاع. قال لك لا لازم تاكلوا. قلت لها ما احنا هناكل بس مش يعني هناكل ديزرتس هنشرب بتاع، لا لازم مين كورس. طب خلاص مش عايزين. الموضوع ده بيستفزني قوي، بحس اللي هو طب ما تطلب لي بقى يعني. وبعدين تحس المكان ده مش بيحصل غير في مصر. هو ما بيحصلش غير في الموضوع ده مصر. مش حاجه بره ما اسمها بيحصلش كده، غير في انت مصر. تروح ان شاء الله تشرب كوبايه ميه وتمشي. انا حر يعني. لا غريبة هو أوي. بلطجه، هي بتبلطج. وبعدين بيديك ريستريكشنز بقى في الايه، انت مش عايز تعلي صوتك عشان الناس اللي جنبك في عيله قاعده جنبك فمش عارف تتكلم بصوت عالي، فاهم؟ محتاج ان انت مثلا تطلب طلبات معينه عشان تعدي المينيمم، فاهم يا عم؟ انا مش جعان بعد مثلا في رمضان بعد الفطار عايز اخرج في حته، مش عارف اخش حته عشان كل حاجه بمينيمم، انا لسه واكل تاخد بالباقي مش ناكل قادر. بقى، مش تبقى قادر. مروح في حته معاك آه. لسه مليانه ناكل. مش قادر يا جماعه، انت هتاكلني بالعافيه وبعدين انا عايز اخرج، طب اعمل ايه؟ تمام. وبعدين ميس القهوه بقى يا جماعه ان ما فيهاش عيال، مستحيل يخشها عيال، دي حاجه بصراحه توب. ما هي عشان كده هي المكان اللي الراجل بياخد راحته فيه كده، بالظبط. يعني راحته من ناحيه التفكير يعني. بس كده. يعني اقدر اقول كده يعني. حتى الشغل على القهوه احسن. بس تحس برضو الايام دي عشان الجو اتغير عن زمان بقى، حر يعني. فكره القهوه الاوت دور دي لو الصبح لا، الصبح ده طبعا صعب. مستحيل، مستحيل في الحر ده. محتاج مكان الفطار على القهوه حلو برضه، فاكر؟ في الشتاء بالظبط. فكره بقى القهوه اللي انت بتبقى قاعد عليها كذا سنه، لما مره واحده تقطع وتروح قهوه تانية الراجل صاحب القهوه بيزعل. بيبقى فيه. وبعدين في القهوه التانية بيبقى في فتره بروبيشن كده، اه يعني تحس ان انتوا الاتنين بتستوا كده اللي بتشوف. هو الموضوع ده مشاربها كومن في حلوة. الحلاق والقهوه، اللي هو بتحس ان في خيانه. بالظبط. مش كده انت حلق؟ على فكره انا رحت لحلاق حصلت لنا على فكره. حلقت عند واحد تاني قال لي مش تبعنا دي. قلت له والله انا كنت مسافر بقى فاضطريت احلق يعني طب انت عارف حصلت لنا وكريم زمان؟ فاكر الراجل أيوة، بتاع أيوة. القهوه عمرو بتاع القهوه ده لما شافنا كانت قهوه، رحنا بقى قهوه في نفس الشارع يعني بنغيظه بقى، فاهم يعني ايه؟ فعدينا كده من قدامه ورحنا قعدنا على قهوه تانية، واحنا راجعين وقفنا، احنا زعلناكم في انا حاجه؟ كنت خايف فشخ، لان فاهم؟ هو عمرو ده كان عنيف قوي. مش حق. لا عمرو ده كان مثلا الواد يتاخر في الاوردر فبنقول له استعجلوا لنا نروح لطشه بالقلم، بحس له ليه الاسكليشن؟ ليه راح ليه لطشته بالقلم؟ انا بس استعجلوا ما تضربوش. هو مبدئيا كده اصلا كان احنا يعني القهوه دي كانت في شارع الهرم وجنبها كاباريه، فكانت الفرقه بالرقاصه بيجوا يقعدوا على القهوه بالليل. دي كانت احلى حاجه عشان كده كده الصراحه. لا بس كنت بخير قاعد خايف برضه ان احنا برضه عيال، فاهم؟ بالنسبه لهم يعني عيال. مش بيس يعني. بالظبط. كانت الموضوع صعب شويه. طيب مش عايزين نطول على الناس، بنفكركم لايك، شير، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ايوه حطوا كومنتس، لايكس، ديسلايكس، عايزين تشوفوا ايه الحلقات اللي جايه، بالظبط بعتوا كده. مسجز، يعني اعملوا اي حاجة. حاجه يعني شاركونا باي حاجه. يلا تصبحوا على خير.